مالك يا ميم زعلان ليه كده؟ شايل طاجن ستك ليه؟ هقولك ايه ولا ايه بس يا حموكشة، ده انت في نعمة والله ان انت مش متجوز. ليه يا عم كده؟ ده انت كنت مبسوط والفرحة مش سايعاك في اول الجواز. ايه اللي حصل بس؟ الو. ماشي. طيب. حاضر. خلاص فهمت يا ستي. هو ايه ممس اللي ماشي حاضر فين؟ مالك يا عم بس كده؟ احكيلي يا عم، انت بتخبي عليا؟ يا عم الانبساط اللي كنت بتقولي عليه انه في اول الجواز ده كان لفترة قصيرة قوي. الولية بعد كده اتحولت وما بقتش حاجة بتعجبها. وكل شوية مرات اخويا جاب لها حاجة هاتلي زيها، مش عارفة مين جابت ايه انا عايزة زيها، وتفضل تبص لدي ولدي. يا عم لا طبعا ما ينفعش، الرضا بالمقسوم ده عبادة. يا ترضى بالعيشة اللي انت معيشها لها وتمشي على قدك وتحمد ربنا. يا عم مين دي اللي هتعمل كده؟ دي ست مفترية وظالمة، كل شوية طلبات طلبات طلبات، ما عندهاش دم خالص. قد نفسك بس يا ممس، انت لازم تستحمل، يعني هتعمل ايه يعني؟ يا عم وهي دي واحدة تطاق ولا حد يستحملها؟ ده انا ليا الجنة ان انا معاشرها يا جدع. بقى كده يا استاذ ممس عمال تتكلم عليا؟ كويس انك نسيت يا اخويا السكة مفتوحة وما قفلتهاش. انت ليلتك سودا النهاردة. لا ده هو مش قصده، اهدي بس، ده هو بيفضفض بس، هو طبعا بيحبك وما يقدرش يستغنى عنك. خلي الحمار اللي جنبك ده يخليه في حاله يا اخويا، واستلقى وعدك بقى لما اشوف وشك تفوق. ها؟ لا 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 لا، ليه بس الغلط ده يا ستي؟ ديك شفت بنفسك، بذمتك دي حد يستحملها 10 دقايق على بعض؟ لا طبعا.